طب انا اهلاوي قوي قوي وصاحبي زملكاوي قوي قوي. هحكي على صاحبي الزملكاوي ده، وبعد كده في الاخر اقول لكم مين صاحبي ده. صاحبي ده يا جماعه وقف مع سعد الصغير، كانش حد يعرفه خالص. قلت له حبيبي عايز اروح لمصطفى كامل. قال لي عناية الاثنين. طب مصطفى كامل عايز مبلغ كبير قوي قوي قوي. قال لا مالكش دعوه. ربنا كرمنا، مش ينفع لازم اقول اسمه من الاول. معتمد جمال. معتمد جمال ده يا جماعه جاري، البيوت قدام بعضها. اللي ما يعرفش حاجه معتمد جمال، معتمد جمال شغال ايه؟ مش مدرب كوره، ولا الكوره دي هنسيبها على جنب. معتمد جمال ده يا جماعه مسمينه عندنا في شبرا العمده. اي عيلتين يتخانقوا مع بعض يقول لك هات معتمد جمال، اشرف جمال او كابتن معتمد، ويحلوا المشكله ديت. من حب الناس في معتمد جمال قال لك ايه؟ انزل مجلس الشعب. بصوا الطيبه بقى، منشيه بشبرا كلها ورا معتمد جمال عشان داخل مجلس الشعب. محدش بيعمل اللي هقوله لكم ده ابدا. هو نازل قدام مرشح يجي ثلاثه، جم الثلاثه راحوا له كابتن خد قد كذا واطلع، خد قد كذا واطلع. راح مجمعنا كلنا قال يا جماعه انا الناس ديت يعني عرضوا عليها فلوس وانا مش عايز فلوس، وطالما هم زعلانين انا نازل انا مش نازل. يا كابتن ازاي؟ قال لا. بصوا دي وصلت لفين؟ كابتن معتمد جمال اللي مش ماضي مع الزمالك ولا عقد. كابتن معتمد جمال الدوري، والله العظيم الدوري الزمالك خده عشان خاطر معتمد جمال. معتمد جمال بتدعي ليل ونهار. كابتن معتمد جمال كان في الزمالك والزمالك راح ممشيه، الزمالك قعد يقع ويقوم ويقعد ويقوم. بركه دعاء معتمد جمال دعت، رجع الكابتن معتمد جمال. الزمالك لو قعد، انا مش بغلط ولا حاجه، ولا لو قعد مثلا 10 سنين كمان مش هياخد الدوري. ليه بقى خد الدوري؟ واحد قلبه صافي، قلبه صافي. راح الزمالك ما بياخدش ولا تعريفه، شغال في شبرا بيخدم الناس كلها. خدم سعد الصغير وداه لمصطفى كامل، كان هو سعد الصغير ده بالنسبه له يعتبر زي اشرف جمال كده. خدني وداه لمصطفى كامل. مصطفى كامل ربنا ربي يكرمه بياخد مبلغ كبير قوي قوي. قال له ده عيل غلبان واللي قال له خلاص مش مشكله. راح معتمد قال لي بقول لك ايه، انا هظبط لك كده مبلغ ونروح. ظبط لي كام عشان تبقى عارف كده؟ مش هصدقه، 5000 جنيه. لم لي 5000 جنيه خمسات وعشرات. رحنا لمصطفى كامل، انا اسف قلت مصطفى كامل يعني استاذ مصطفى كامل، ايه مش عارف غني يلا. قلت له معلش يا استاذ. وراح معتمد مديله ايه، راح مصطفى ماسكهم كده قال ايه ده؟ قال له ما انت غلبان. قال حط الفلوس كده. تخيلوا مصطفى كامل راح راكن الفلوس. انا اصلا جاي معيش تليفون